صلي على النبي. لو فاكر إن مصر كانت دايما قوية، يبقى لازم ترجع للحظة كانت فيها على وشك الانهيار. بعد نهاية الدولة القديمة دخلت مصر في فوضى كبيرة، حكام كتير، سلطة ضعيفة، ومجاعة ضربت البلد. الشعب تايه ومفيش ملك قادر يلم الكل، لحد ما من جنوب مصر ومن مدينة طيبة بدأ يظهر أمل جديد. حكام عندهم حلم واحد، إن مصر ترجع دولة واحدة قوية. ومع الوقت ظهر الاسم اللي غير التاريخ كله، منتحتب الثاني، الملك اللي قدر يوحد مصر بالقوة والذكاء، وقضى على الانقسام وأعلن نفسه ملك على مصر كلها. ومع حكمه انتهى عصر الفوضى وبدأت الدولة الوسطى. منتحتب الثاني رجع هيبة الملك واهتم بالبناء والزراعة والتجارة، وبنى معبد ضخم في الدير البحري كان مختلف عن أي حاجة اتعملت قبل كده. ومع الاستقرار رجعت الحياة لمصر، والنيل بقى مصدر خير من جديد. وبعده جه ملوك حافظوا على الاستقرار، لكن محدش وصل لقوته أو تأثيره. ومع نهاية الأسرة ال11 كانت مصر جاهزة تدخل عصر أقوى وأعظم مع الأسرة اللي بعدها. عشان كده الأسرة ال11 تعتبر عودة الروح لمصر، وبداية مجد جديد بعد زمن طويل من الضياع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدوس لايك وتشترك في القناة، واستنى الجزء الجاي من حكايات الفراعنة.